بكل روح رياضية وبكل محبة بتقدم بالمباركة والسعادة للنادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي أدهشنا جميعا، وخاصة جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي نفسه اندهش، وحاجة غير طبيعية. النادي الأهلي النهاردة كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. قال لك احنا يعني ما اديناش الاهلي حجمه من الاهتمام، يعني برضو كان لازم نهتم باكتر من كده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه، لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمرة واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائية مجازية تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده. جمهور النادي الاهلي شاطر جدا في نحت العبارات التاريخية. يعني مثلا هم اللي طلعوا ايه؟ روح الفانيلا الحمراء. فتحس كده ان انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء. خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن. هو القضيه هو كده، الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن. عندك مانع؟ لا مفيش القضيه. طب ما احنا جبنا جونش لا لا لا، هي القضيه ممكن بتاعت قفشه. خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. نحتوا لنا حته حلوه ملفوفه لفه هديه. قال لك ايه يا باشا؟ قلت له نعم يا فندم، اي خدمه. الاهلي بمن حضر. ايه الاهلي بمن حضر؟ خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه. في لعيبه النهارده في الاهلي انا ما اعرفهاش، والله ما اعرف اساميهم، يعني ما يعني ناس ما، انما من غير على القوه الضاربه في الاهلي. فالاهلي بمن حضر يا ساده. نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، انت الان تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آت. الاهلي والمنتخب حاجه تشرف وحاجه عظيمه. عندك لعيبه من العيار الثقيل، والاهم الروح. الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا، ونستنى شريف الحريف اللي بياكل بلوبيف والحاجات دي كلها اللي بعد كده ان شاء الله في هذه البطولة. ولكن فعلا روح الفانيلا الحمراء، القضية ممكن، الاهلي بمن حضر، كل الاشياء العظيمة اللي موجودة في دولاب البطولات بتاعة النادي الاهلي. وتلقى كده ناس قيمة من المحترمين زي كابتن نبيل الحلفاوي، روح كاتب لك كده تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر. وناس كلها تبعت لي مسجات، اغلبهم طبعا بيبقوا اهلاويه، لانه اغلب الممثلين اهلاويه بالمناسبه. ليه ما اعرفش، انما اغلب الممثلين اهلاويه. المهم اغلبهم بعت لي مسجات، يا عمرو نعم الاهلي بمن حضر. حضر فين يعني؟ ما احنا عادي هنعمل ايه غير كده؟ انه الاهلي بمن حضر والدقيقه 90 وروح الفانيلا الحمراء والقضيه ممكن. خلينا كلنا نتشائم، يعني كلنا نشعر بالتشاؤم في بدايه الموسم، انه الرباعيه يا اهلي والخماسيه يا اهلي والسداسيه يا اهلي، كل الحاجات دي تحسسك ان احتمال كبير الاهلي السنه دي مع نهضه الزمالك لا يحقق نفس الاشياء. بس انا برضه حزين، انما هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، انه في بدايه الموسم كده ايه الكعبله، يتكعبل الاهلي. وهو انتوا عارفين الاهلي فيه ميزه عظيمه، الاهلي لما يطير بيطير،
ولما بيتكعبل يفضل يتكعبل يتكعبل، ما تفهمش ايه الحكايه. مفيش اي حاجه تاني، يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك لا ما لا مفيش. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. او 3 أو 4 أو 5 كفايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. طيب مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي مستحملش الكلام ده كله. انما هتبقى اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما تبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، ولا انضاي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء، كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين، ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. لو انت مثلا من مثلا ناس بتشجع ريال مدريد، او ناس بتشجع برشلونه، الناس اللي بتشجع مانشستر يونايتد، الناس بتشجع تشيلسي، هو كاس بيلف. يعني ايه؟ تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه. ميسي يتضايق حبه، رونالدو يبقى بعافيه، صلاح يبقى متضايق كده يعني. انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام وده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت، او جزء من الوقت، او ربع من الوقت. انما على طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك لا ما لا مفيش. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم، المنطق في الموضوع ايه؟ اوعى تتكلم. النهارده بقى يطلعوا يقولوا لك الثالثه يا اهلي والرابعه يا اهلي والخامسه، تحس ان احنا في مدرسه ابتدائي. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. او 3 أو 4 أو 5 كفايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. طيب مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي مستحملش الكلام ده كله. انما هتبقى اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما تبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، ولا انضاي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء، كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه